يكثر عاصم وزد همزة مضمومة عنه واعقلا. ومعنى هذا أن عاصم قرأ قوله تبارك وتعالى يضاهئون قول الذين كفروا من قبل بكسر الهاء وهمزة بعدها وواو مادية يضاهئون. وقرأ باقي القراء بحذف الهمزة وضم الهاء وبعدها واو يضاهون قول الذين كفروا من قبل. هذه قراءة باقي القراء يضاهون قول الذين كفروا من قبل. أما عاصم قراءته يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. ثم قال يضل بضم الياء مع فتح ضاده سحاب ولم يخشوا هناك مضللا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. هذه قراءة المشار إليهم بقول سحاب وهم حفص وحمزة والكسائي. يضل بالبناء للمفعول من الفعل ضل، من الفعل ضل ماضي ضل والمضارع يضل، فإذا بني للمفعول صار يضل. هذه قراءة صحاب. وباقي القراء قرأوا يضل به الذين كفروا بفتح الياء وكسر الضاد يضل به الذين كفروا. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. ولم يخشوا هناك مضللا. ومعنى هذا أن القراء حفص وحمزة والكسائي لم يخشوا من إنسان يضلل قراءتهم، لأن قراءتهم واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يضل بضم الياء مع كسر ضاده صحاب ولم يخشوا هناك مضللا. ثم قال وأن تقبل التذكير شاع وصاله ورحمة المرفوع بالخفض فاقبلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. قرأت في التذكير يقبل أي يقبل لحمزة والكسائي المشار إليهما بالشين، لأن الشين رمز لحمزة والكسائي يقرآن هكذا وما منعهم أن يقبل منهم نفقاتهم. وباقي القراء أن تقبل. والتذكير والتأنيث مجازي، فالتذكير مجازي والتأنيث مراعاة لللفظ، لأن كلمة نفقاتهم مؤنث. ورحمة المرفوع بالخفض فاقبل. الفاء رمز لحمزة. ومعنى هذا أن حمزة قرأ قوله تبارك وتعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. ورحمة بالرفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف تقدروا وهو رحمة لكم. ولكن باقي القراء قرأوا بالخفض ورحمة للذين آمنوا منكم، ولكن حمزة قرأ ورحمة للذين آمنوا منكم. باقي القراء قرأوا ورحمة بالخفض
عطفا على كلمة قل هو أذن خير لكم، يعني عطفا على كلمة خير. ثم قال ويعفى بنون دون ضم وفاؤه يضم تعذب تاه بالنون والصلاة، تاه بالنون والصلاة. ويعفى بنون دون ضم وفاؤه يضم تعذب تاه بالنون والصلاة. وفي ذاله كسر وطائفة بنصب مرفوعه عن عاصم كله اعتلى. ومعنى هذا أن عاصم وحده من القراء السبعة قرأ قوله تبارك وتعالى إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذه قراءة عاصم. وباقي القراء الستة قرأوا إن يعف عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. إذن عن طائفة في الأول حلت محل نائب الفاعل، تعذب طائفة نائب فاعل لكلمة تعذب لأنها بنيت للمفعول. باقي القراء قرأوا هكذا ولم يقرأ بالبناء للمعلوم إلا عاصم فقط. ثم قال فحق بضم السوء مع ثاني فتحها وتحريك ورش قربة ضمه جلا. ومعنى هذا أن كلمة السوء في سورة التوبة في قوله تعالى عليهم دائرة السوء، والموضع الثاني في سورة الفتح في قوله تعالى عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم في سورة الفتح، قرأت بضم السين في الموضعين للمشار إليهما بكلمة حق وهما ابن كثير وأبو عمرو، فيقرآن هكذا عليهم دائرة السوء في الموضعين. أما الموضع الأول في سورة الفتح فقد أجمعوا على قراءته عليهم دائرة السوء. ولا يخفى أن كلمة السوء مد واجب متصل، وأما السوء فهو حرف لين أو مد لين. والفرق بين القراءتين أن السوء المراد به العذاب والضرر والبلاء، وأما السوء المراد به الذم والفساد. ثم قال بعد ذلك ومن تحتها وتحريك ورش قربة معناها ألا إنها قربة لهم، قرأها ورش بتحريك الراء ألا إنها قربة لهم. وهذا معنى قوله وتحريك ورش قربة ضمه جلا، يعني أن ورش يقرأها ألا إنها قربة لهم بضم الراء، وباقي القراء قربة لهم. ثم قال ومن تحتها المكي يجر وزاد من صلاتك وزاد من صلاتك وحد وافتح التاء شذا على ووحد لهم في هدى. ومعنى هذا ومن تحتها المكي يجر وزاد من في قوله تبارك وتعالى والذين اتبعوهم بإحسان، قراءة ابن كثير
والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فزاد كلمة من، وباقي القراء حذفوا كلمة من وقرأوا هكذا: وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وهذا هو الموضع الوحيد في القرآن الكريم الذي حصل فيه الاختلاف بين ابن كثير والقراء. وزاد من: صلاتك وحد وافتح التاء شذا على. ومعنى هذا في قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، قرئت بالتوحيد على جنس الصلاة للمشار إليهم بقوله شذا على، الشين رمز الحمزة والكساء، وعلى العين رمز الحفص. وباقي القراء قرأوا بالجمع فقرأوا هكذا: وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم، جمع مؤنث سالم. وأيضا ووحد لهم في هود. ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة شذا على وهم حفص وحمزة والكساء قرأوا أيضا بالتوحيد والإفراد في قوله تعالى: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك، في سورة هود. أما باقي القراء قرأوا بالجمع أيضا: قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك، بالجمع. وهذا معنى قوله: ومن تحتها المكي يجر وزاد من صلاتك وحد وافتح التاء شذا على، ووحد لهم في هدى. ترجئ همزه صفى نفر مع مرجؤون وقد حلا، مع مرجؤون وقد حلا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله صفى نفر، الصاد رمز لشعبة، ونفر رمز لابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. قرأوا في سورة الأحزاب: ترجئ من تشاء منهن، بزيادة همزة ترجئ. وفي سورة التوبة التي نشرحها الآن قرأوا هكذا: وآخرون مرجؤون لأمر الله. وباقي القراء قرأوا بحذف الهمزة في الأحزاب والتوبة فقرأوا هكذا: ترجي من تشاء منهن وآخرون مرجون لأمر الله، كما نقرأ لحفص تماما. ثم قال: وعم بلا واو الذين وضم في من أسس وبنيانه ولا. ومعنى هذا أن المشار إليهما بكلمة عمة وهما نافع وابن عامر قرأ: الذين اتخذوا مسجدا ضرارا بحذف الواو، كما هو في مصحف أهل المدينة ومصحف أهل الشام الذين. وباقي القراء قرأوا والذين بزيادة واو. وكل ذلك وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعم بلا واو الذين وضم في من أسس مع كسر وبنيانه ولا. ومعنى هذا أن المشار إليهما أيضا بكلمة عم قرأ قوله تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه. أسس بالبناء للمفعول، وبنيانه نائب فاعل في الكلمتين. هذه هي قراءة نافع وابن عامر. وباقي القراء قرأوا بالبناء للفاعل، أي البناء للمعلوم.
ثم قال بعد ذلك: وظرف سكون الضم في صفو كامل تقطع فتح الضم في كامل على. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: على شفا ظرف، قرأت بسكون الراء على شفا ظرف هار، على شفا ظرف هار بسكون الراء، للمشار إليهم بقوله، المشار إليهم بقوله: وظرف سكون الضم في وظرف سكون الضم في كامل، في صفو كامل، في صفو في الفاء لحمزة، وصفو الصاد لشعبة، وكامل الكاف لابن عامر، فقرأوا ظرف بسكون الراء. وباقي القراء قرأوا بضم الراء ظرف بضم الراء، تقطع فتح الضم في كامل على. في قوله تبارك وتعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، تقطع بفتح التاء قرأت هكذا للمشار إليهم بقوله في كامل على، الفاء لحمزة والكاف لابن عامر، وعلى العين رمز لحفص، إلا أن تقطع، على معنى أنها فعل مضارع حذفت منه تاء المضارعة، والأصل التاء تقطع، فحذفت التاء الأولى. وباقي القراء قرأوا إلا أن تقطع قلوبهم بضم التاء بالبناء للمفعول من الفعل قطع، من الفعل قطع. ثم قال: يزيغ على فصل يرون مخاطب ومعي فشى، يزيغ على فصل يرون مخاطب فشى، ومعي فيها بيائين جملة. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، قرأت بالياء يزيغ للمشار إليهما بقوله على فصل، العين لحفص والفاء لحمزة. وباقي القراء قرأوا بالتاء من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم، والتأنيث والتذكير مجازي. أولا يرون في قوله تبارك وتعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، قرأت بتاء الخطاب ترون للمشار إليه بفشى الفاء لحمزة. وباقي القراء قرأوا يرون بياء الغيبة. ثم قال: ومعي فيها بيائين جملة. ومعنى هذا أن كلمة معي جاءت مرتين في سورة التوبة: فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. الموضع الأول بعده همزة مفتوحة، فقل لن تخرجوا معي أبدا، فتح الياء نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص، وسكنها شعبة وحمزة والكسائي، فقرأوا هكذا: فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، ليس بعدها همز، فالذي قرأها بفتح الياء معي عدوا حفص وحده. وباقي القراء قرأوا بسكون الياء ولن تقاتلوا معي عدوا. ونسأل الله تعالى التوفيق. سورة يونس عليه السلام. فرش سورة يونس عليه السلام.
فرش سورة يونس عليه السلام. يونس عليه السلام سورته تبدأ بقوله سبحانه وتعالى: ألف لام را. وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وإرجاع را كل الفواتح ذكره حما غير حفص طاويا صحبة ولا. وكم صحبة يا كاف والخلف ياسر وها صف رضا حلوا وتحت جنى حلا. شفى صادقا حاميم مختار صحبة وبصر وهم أدرى وبالخلف مثلا. وذراء ورش بين ونافع لدى مريم هايا وحاجيده حلا. هذه الأبيات خاصة بفواتح الصور أو أوائل الصور، وهي الحروف المجموعة في قولهم حي طهر. وهذه الأحرف عددها 5 أحرف: حي طهر. وقد اختلف فيها علماء القراءات بخصوص الإمالة والفتح والتقليل. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى يقول: وإضجاع را كل الفواتح ذكره حما غير حفص. ومعنى هذا أن حرف را وجد في أوائل السور في 6 صور. الأولى سورة يونس عليه السلام، وسورة هود، وسورة يوسف، وسورة الرعد، وسورة إبراهيم، وسورة الحجر. أولها را. فالذي يقرأها بالإضجاع يعني بالإمالة، كما قال: ذكره حما غير حفص، يعني أبو عمرو البصري وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي يقرؤون هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ري، أو ألف لام ميم ري. أول سورة الرعد. فالسور 6 كلمة راء أو حرف راء يمال عند هؤلاء المذكورين: أبو عمرو وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي. وأما ورش فإنه يقرأ بالتقليل: ألف لام را. وهذا معنى قوله: وإضجاع را كل الفواتح ذكره حما غير حفص. طاويا صحبة ولا. طا من طه، والطاء أيضا من طاسين، فاتحة الشعراء والنمل والقصص. الطاء فيها أيضا إمالة للمشار إليهم بقوله صحبة، وهم شعبة وحمزة والكسائي. وهذا معنى قوله: طاويا صحبة ولا.
وأما يا فاتحة سورة ياسين عليه السلام أيضا أمالها المشار إليهم بقوله صحبة، وهم شعبة وحمزة والكسائي، فيقرؤون ياسين. ويقرؤون أيضا في إمالة الطاء طيها أو طيه طيسين في التواصيل الثلاثة، التواصيل الثلاثة تمال الطاء في أولها لصحبة كما أميلت يا من أول سورة ياسين عليه السلام. طاويا صحبة ولا، وكم صحبة يا كاف والخلف ياسر. ومعنى هذا أن يا من فاتحة مريم هاي أمالها كم صحبة. كم صحبة الكاف لابن عامر، وصحبة رمز لشعبة وحمزة والكسائي، يميلون يا من فاتحة مريم. وكم صحبة يا كاف والخلف ياسر. ومعنى هذا أن السوسي ورد عنه الخلاف أو الخلف بين الفتح والإمالة، إلا أن المحققين من علماء القراءات قالوا إن السوسي عن أبي عمرو ليس له في يا فاتحة مريم إلا الفتح، فيقرأ كسائر القراء هايا. وهذا معنى قوله والخلف ياسر. وها صفرضا حلوا، ها فاتحة مريم هايا، يميل ها وها صفرضا حلوا شعبة والكسائي وأبو عمرو البصري يميلون هي من فاتحة مريم، يعني يميلون الهاء من فاتحة مريم. وها صفرضا حلوا، وتحت جنى حلا شفا صادقا، وتحت جنى حلا شفا صادقا. تحت المراد بها ها من فاتحة سورة طه عليه الصلاة والسلام. أمال الهاء جنى حلا يعني ورش، والحاء لأبي عمرو البصري، شفا الشين رمز الحمزة والكساء، صادقا الصاد رمز لشعبة. إذن ورش وأبو عمرو البصري وشعبة وحمزة والكسائي يميلون الهاء من فاتحة طه. وعلى هذا شعبة وحمزة والكسائي يميلون الطاء والهاء فيقرؤون هكذا طيه. وأما ورش وأبو عمرو البصري يميلان الهاء فقط فيقرآن طه. ثم قال بعد ذلك حاميم مختار صحبة، حاميم مختار صحبة. حاميم يعني حاميم الحاء من حاميم السبعة، الحواميم السبعة. أمال الحاء فقرأ حيميم
مختار صحبة، يعني الميم لابن ذكوان، وصحبة رمز لشعبة وحمزة والكسائي. إذا ابن ذكوان وشعبة وحمزة والكسائي أمال الحاء في الحواميم السبعة فيقرؤون هكذا حميم. وهذا معنى قوله شفى صادقا حميم مختار صحبة. وبصر وهم أدرى وبالخلف مثلا. وبصر وهم الضمير يعود على مختار صحبة. ومعنى هذا أن ابن ذكوان وشعبة وحمزة والكسائي ومعهم البصري يميلون الألف من أدرى كيف وقعت في القرآن الكريم، مثاله ولا أدريكم به، وما أدريك ما الحاقة، وما أدريك ما القارعة، وما أدريك ما يوم الدين، ثم ما أدريك ما يوم الدين. إذن أمالها ابن ذكوان وشعبة وحمزة والكسائي وأبو عمرو البصري، إلا أن ابن ذكوان له الخلف. الخلف يعني له وجهان، وما أدراك وما أدريك، فإما أن يقرأ بالفتح وإما أن يقرأ بالإمالة. وهذا معنى قوله وبالخلف مثلا. ثم قال بعد ذلك وورش بين. ومعنى هذا أن ورشا بين في راء في ألف لام راء الستة. وأيضا له التقليل أيضا في كلمة ولا أدراكم، أو مثلا وما أدراك له التقليل. وهذا معنى قوله ورش بين. ونافع لدى مريم هايا وحاجيده حلا. ومعنى هذا أن هايا فاتحة مريم فيها التقليل لنافع من الروايتين قالون وورش، إلا أن المحققين من علماء القراءات قالوا لم يرد عن قالون إلا الفتح، أما ورش فله التقليل في هايا فاتحة مريم فيقرأ هكذا هايا. هذه قراءة ورش في فاتحة مريم. وحاجيده حلا، يعني أن حاميم الحاء من فاتحة حاميم الحواميم السبعة قرأها أيضا بالتقليل ورش وأبو عمرو البصري فيقرآن هكذا حاميم، لأن التقليل يميل إلى الفتح وأما الإمالة تميل إلى الكسر. وقد ذكرت قبل ذلك أن مختار صحبة يميلون حميم. والخلاصة أنها هي من فاتحة مريم أمالها شعبة والكسائي فيقرآن هي. وأما أبو عمرو البصري أمال الهاء وفتح الياء فيقرأ هي في فاتحة مريم. وأما ابن عامر وحمزة فتح الهاء وأمال الياء فيقرآن هكذا
هاي، فيقرآن هكذا كاف هاي عين صاد، هكذا كل ذلك في فواتح الصور في هذه الأحرف الخمسة التي جمعت في قول بعضهم حي طهر. فليحرص كل من يقرأ هذه الفواتح يعلم ما فيها من الإمالة والتقليل والفتح. ولكن ابن كثير وحفص قرأ بالفتح في فواتح الصور. وأما ما سمعتموه قبل ذلك الكسائي وأبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي فقد ورد شرح ذلك كله في هذه الأحرف التي تسمى بفواتح الصور. ثم قال بعد ذلك في سورة يونس عليه السلام قرأ نفصل يا حق على وساحر ضبا وحيث ضياء وافق الهمز قنبلا. ومعنى هذا في قوله تعالى ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون، قرأت بالياء يفصل لابن كثير وأبي عمرو وحفص، وباقي القراء قرأوا بنون العظمة نفصل الآيات لقوم يعلمون. وساحر ضبا في قوله تعالى قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، قرأت ساحر على وزن فاعل للمشار إليهم بضبا، الضاء رمز لابن كثير والكوفيين الثلاثة. وأما نافع وأبو عمرو وابن عامر قرأوا قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. والمراد بساحر يقولون ذلك ادعاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما كلمة سحر يدعون ذلك على القرآن الكريم، وحاشا لله سبحانه وتعالى، فهذا افتراء وكذب من هؤلاء المشركين أن يصفوا رسول الله أنه ساحر أو يصفون القرآن بأنه سحر. ثم قال بعد ذلك وحيث ضياء وافق الهمز قنبلا. ومعنى هذا كلمة ضياء هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، وأيضا وضياء في سورة الأنبياء من إله غير الله يأتيكم بضياء في سورة القصص. قرأت عند قنبل بالهمزة هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وضياء وذكرا، من إله غير الله يأتيكم بضياء. قرأت بالهمزة عند شعبة، بالهمزة عند قنبل عن ابن كثير. يعني أنا قلت شعبة ولكن هذا سبق لسان، ولكن الذي قرأ بالهمزة في هذه الكلمات الثلاثة هو قنبل عن ابن كثير، ولذلك يقول وحيث ضياء وافق الهمز قنبلا. ونسأل الله تعالى التوفيق. نفصل يا حق على وساحر ضبا
وحيث ضياء وافق الهمز قنبلا. ومعنى هذا في قوله تعالى: ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. قرأت بالياء يفصل للمشار إليهم بقوله حق على، وهم ابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم. وباقي القراء قرأوا بنون العظمة نفصل الآيات لقوم يعلمون. وساحر ضبا في قوله تعالى: قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. قرأت ساحر على وزن فاعل للمشار إليهم بالضاء من ضبا، وهم ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي. يبقى معنا نافع وأبو عمرو وابن عامر يقرؤون هكذا: قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. وحيث ضياء وافق الهمز قنبلا. ومعنى هذا أن محمد بن قنبل روى عن ابن كثير بإبدال الياء همزة في قوله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. وأيضا: من إله غير الله يأتيكم بضياء بالقصص. وفي الأنبياء: وضياء وذكرا للمتقين. هذه قراءة قنبل عن ابن كثير. وهذا معنى قوله: وحيث ضياء وافق الهمز قنبلا. ثم قال رحمه الله تعالى: وفي قضي الفتحان مع ألف هنا، وقل أجل المرفوع بالنصب كملا. ومعنى هذا في قوله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فقضي مبني للمفعول، وأجلهم نائب فاعل. إلا أن ابن عامر قرأ بفتح القاف والضاد وألف بعدها ونصب أجلهم، فتكون قراءته هكذا: لقضى إليهم أجلهم. وأجلهم عندئذ مفعول. هذه قراءة ابن عامر. وقصر ولا هاد بخلف زكى، وفي القيامة للأولى وبالحال أولا. ومعنى هذا في قوله تعالى: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. قرأت بحذف الألف بعد اللام: ولا أدراكم به. وأيضا: لأقسم بيوم القيامة. قرأت بحذف الألف من اللام، وقرأ بهذه القراءة ابن كثير بخلف عن البزي. ومعنى هذا أن قنبل قرأ بحذف الألف قولا واحدا، والبزي له وجهان: حذف الألف أو إثبات الألف بعد اللام، ولا أدراكم به أو ولا أدراكم به. لا أقسم بيوم القيامة أو لا أقسم بيوم القيامة. وتوجيه ذلك مع حذف الألف من اللام، تكون اللام عندئذ لام الابتداء، وهي للتوكيد أو للتأكيد.
وكأنه قال ولا أعلمكم به على لسان غيري. وأما باقي القراء قرأوا بإثبات الألف ولا أدراكم به، لا أقسم بيوم القيامة بإثبات الألف بعد اللام على أن لا نافية، أي ولا أعلمكم به على لساني، وهكذا. وعلى أي حال فاللام للتوكيد أو للتأكيد. ثم قال وخاطب عما يشركون هنا شذا، وفي الروم والحرفين في النحل أولا. وخاطب عما يشركون هنا شذا، الشين رمز لحمزة والكساء. قرأوا أو قرأ في سورة يونس عليه السلام سبحانه وتعالى عما تشركون بتاء الخطاب. وأيضا في سورة الروم هل من ذلكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما تشركون. وأيضا في سورة النحل بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما تشركون. والموضع الثاني خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما تشركون. المواضع الأربعة قرأت بالخطاب لحمزة والكساء، وباقي القراء قرأوا بياء الغيبة يشركون في المواضع الأربعة. وتوجيه ذلك الالتفات من الغيبة للخطاب أو من الخطاب للغيبة. ثم قال بعد ذلك يسيركم قل فيه ينشركم كفى متاع سوى حفص برفع تحملا. في قوله تبارك وتعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر، قرأها ابن عامر هو الذي ينشركم في البر والبحر، والنشر ضد الطير. وباقي القراء قرأوا هو الذي يسيركم في البر والبحر، والتسيير معناها يعينكم على السير في البر والبحر. متاع سوى حفص برفع تحملا. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. متاع بالنصب قرأ بالنصب حفص فقط. متاع سوى حفص برفع يعني أن حفص قرأها بالنصب متاع الحياة الدنيا، وتكون عندئذ مفعول مطلق تقدير الكلام تتمتعون متاعا. وباقي القراء قرأوا بالرفع يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، وتكون متاع عندئذ خبر للمبتدأ إنما بغيكم، فبغيكم مبتدأ ومتاع خبر. في قراءة الباقين سوى حفص، أما حفص قرأ بالنصب. وإذ كانوا قطعا دون ريب وروده، وفي باء تبلو التاء شاع تنزلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى كأن للمشار إليهما بقوله دون ريب، الدال لابن كثير والراء للكساء، قطعا بسكون الطاء مع القلقلة.
وتكون المعنى عندئذ ظلمة آخر الليل أو سواد الليل. وقرأ باقي القراء كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. قطعا جمع قطعة، فقطعة وقطعة وقطعة تبقى قطع، وهكذا. وفي باء تبلو التاء شاع تنزلا، ومعنى هذا أن الشين رمز لحمزة والكسائي، وحمزة والكسائي قرأ قوله تبارك وتعالى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. قرأت هنالك تتلو كل نفس. تتلو من التلاوة والقراءة، ومعنى هذا أن كل نفس يوم القيامة تتلو وتقرأ كتابها فتجد فيه الحسنات أو السيئات. تتلو. وأما باقي القراء قرأوا هنالك تبلو، وتبلو من البلاء والامتحان والاختبار، وكأن كل نفس تختبر يوم القيامة وتمتحن بأعمالها في الدنيا. وفي باء تبلو التاء شاع تنزلا. هذه قراءة تتلو، قراءة حمزة والكسائي. ويا لا يهد اكثر صفيا وهاه نل، وأخفى بنو حمد وخفف شلشلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: أمن لا يهدي إلا أن يهدى. قرأ شعبة عن عاصم: أمن لا يهدي بكسر الياء والهاء، أمن لا يهدي. وقرأ حفص بفتح الياء وكسر الهاء، أمن لا يهدي. وحفص وشعبة رويا عن عاصم. وأخفى بنو حمد. بنو حمد الباء لقالون، وحمد الحاء لأبي عمرو البصري. قرأ بالإخفاء، والإخفاء معناه الاختلاس، والاختلاس معناه خطف الحركة، أي الإتيان بثلثي الحركة. يعني يقرآن هكذا، قالون وأبو عمرو يقرآن هكذا: أمن لا يهدي، أمن لا يهدي، بخطف الحركة. وهناك وجه آخر لقالون، وهو إسكان الهاء وتشديد الدال. أمن لا يهدي، أمن لا يهدي، ده قراءة قالون في الوجه الآخر. وخفف شلشلا، يعني أن حمزة والكسائي المشار إليهما بالشين من شلشلا قرأ بإسكان الهاء وتخفيف الدال: أمن لا يهدي. وقرأ ورش وابن كثير وابن عامر بفتح الهاء: أمن لا يهدي. وهذه كلها لهجات ولغات وردت عن العرب. وقرأ بهذه القراءات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك: ولكن خفيف وارفع الناس عنهما. وخاطب فيها يجمعون له ملا. ومعنى هذا في قوله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قرأ حمزة والكسائي بتخفيف النون: ولكن الناس يظلمون. وقرأ باقي القراء:
ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وخاطب فيها يجمعون له ملا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما تجمعون. هذه قراءة له ملا يعني هشام وابن ذكوان يعني ابن عامر قرأ بالخطاب، وباقي القراء قرأوا هو خير مما يجمعون بياء الغيبة. ثم قال ويعزب كسر الضم مع سبأ الرسى وأصغر فارفعه أكبر فيصلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى وما يعزب عن علمه مثقال ذرة. يعزب قرأ الكسائي يعزب في سورة يونس وسورة سبأ يعزب بكسر الزاي، وهذه لغة في الفعل عزب يعزب أو عزب يعزب، فقرأ الكسائي بكسر الزاي. وأصغر فارفعه أكبر فيصلا. ومعنى هذا أن الفاء إشارة لحمزة قرأ هكذا ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قرأ بالرفع عطفا على قوله تعالى وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. من مثقال يعني تقدير الكلام مثقال بالرفع، ومن للتوكيد وما يعزب عن ربك مثقال. إذن ولا أصغر من ذلك ولا أكبر معطوف على مثقال، لأن مثقال مرفوعة محلا مجرورة لفظا. وباقي القراء قرأوا ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين معطوف أيضا على على من مثقال. فمن مثقال مجرورة بالكسرة، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر مجرورة بالفتحة لأنها ممنوعة من الصرف. وكنت قلت عن علمه، ولكن صحة الآية وما يعذب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، هذه صحة الآية، ومن علمه سبق لسان. ثم قال بعد ذلك مع المد قطع السحر حكما تبوأ بياء وقف حفص لم يصح فيحملا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. هذه قراءة أبي عمرو البصري، قرأها بهمزة قطع ومدها على حد الذكرين، وفيها أيضا التسهيل. قال موسى ما جئتم به السحر، قال موسى ما جئتم به السحر، مثل الذكرين، لأن الذكرين الله فيها أيضا التسهيل والإبدال. وباقي القراء قرأوا بهمزة وصل قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. تبوأ بياء وقف حفص لم يصح فيحمل،
ومعنى هذا في قوله تعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما. ورد أن حفص قرأها بالياء أن تبويا، ولكن هذا الوجه ضعيف ولم يقرأ به، والقراءة الصحيحة لحفص أن تبوأ كسائر القراء. ثم قال وتتبعان النون خف مدا، وماد بالفتح والإسكان قبل مثقلا. مدا الميم رمز لابن ذكوان، ومعنى هذا أن ابن ذكوان قرأ هكذا ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ولا تتبعان لا نافية ولكنها في معنى النهي، تتبعان مد طبيعي. وقرأ باقي القراء ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، مد لازم كلمي مثقل، وتكون اللام عندئذ تفيد النهي لا الناهية. ثم قال وفي أنه مكثر شافيا وبنونه ونجعل صف والخف ننجي رضا على. وفي أنه مكثر شافيا يعني في قوله تعالى قال آمنت إنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. إنه بكسر الهمزة قراءة حمزة والكسائي. وباقي القراء قرأوا أنه، فحمزة والكسائي قرأ إنه على الاستئناف، وقرأ باقي القراء أنه فتح الهمزة على أنها مفعول لآمنت، لأن آمنت بمعنى صدقت. ونجعل الصفر، ومعنى هذا ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، قرأها شعبة ونجعل بالنون نون العظمة، وباقي القراء قرأوا بالياء ويجعلوا. والخف ننجي رضا على، وذاك هو الثاني، يعني في قوله تعالى ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. هذه هي قراءة الكساء وحفص ننجي المؤمنين، وباقي القراء قرأوا وكذلك ننجي المؤمنين. أما الموضع الأول ثم ننجي رسلنا فقد أجمع القراء على قراءته هكذا ننجي بتجديد الجيم، ولذلك قال وذاك هو الثاني. ونفسي ياؤها، هذه هي ياءات الإضافة في قوله تعالى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. قل ما يكون لي أن فتح الياء نافع وابن كثير وأبو عمرو، وباقي القراء قرأوا بالإسكان قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، وكل منهم على أصله في المنفصل قصرا وتوسطا ومدا. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إني أخاف. نفسي إني فتح الياء نافع وأبو عمرو، وباقي القراء قرأوا نفسي إني أخاف. أما إني أخاف إن عصيت ربي فتح الياء إني أخاف نافع وابن كثير وأبو عمرو، وباقي القراء قرأوا بالإسكان إني أخاف إن عصيت ربي. ونفسي وذاك هو الثاني ونفسي ياؤها وربي مع إني ولي وربي مع إني وأجري ولي حلى. ربي في قوله تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق
قرأ بفتح الياء نافع وأبو عمرو، وباقي القراء قرأوا إي وربي إنه لحق بإسكان الياء. وكلمة أجري إن أجري إلا على الله قرأت بإسكان الياء إن أجري إلا على الله للمشار إليهم بقوله دين صحبة، يعني ابن كثير وشعبة وحمزة والكسائي قرأوا إن أجري إلا على الله، وباقي القراء قرأوا بفتح الياء إن أجري إلا على الله. وقد انتهى فرش سورة يونس عليه السلام، وأسأل الله تعالى التوفيق. فرش سورة هود عليه السلام. وسورة هود تبدأ بقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را. ألف لا مد فيه لأن وسطه متحرك، ولام مد لازم حرفي مخفف لازم للزوم مده 6 حركات، وحرفي لاجتماع المد والسكون في حرف هجاؤه على 3 أحرف، وسطها حرف مد ولين، ومخفف لأنه غير مدغم أي غير مشدد بعده. أما را طبيعي حرفي يمد حركتين، ورا فيها الإمالة ري لأبي عمرو البصري وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي، وفيها التقليل لورش را، وباقي القراء قرأوا بالفتح را. يقول إمام الشاطبي: وإني لكم بالفتح حق رواته، وبادئ بعد الدال بالهمز حللا. ومعنى هذا في قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. قرأت أني لكم نذير مبين فتح الهمزة على تقدير حرف الجر بأني لكم. والذي قرأ بفتح الهمزة حق رواته ابن كثير وأبو عمرو والكسائي، وباقي القراء قرأوا بكسر الهمزة إني لكم نذير مبين بكسر الهمزة لأنها في معنى القول، يعني قال لهم إني لكم نذير مبين. وإني لكم بالفتح حق رواته، وبادئ بعد الدال بالهمز حللا. في قوله تبارك وتعالى بادي الرأي قرأها أبو عمرو بهمزة في مكان الياء بادئ الرأي، بل السوسي يبدل الهمزة فيقرأ بادئ الراي بإبدال الهمزة. ثم قال بعد ذلك وإني لكم بالفتح حق رواته، وبادئ بعد الدال بالهمز حللا، ومن كل نو مع قد أفلح عالما، فعميت اضممه وثقل شذا على. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، وفي سورة المؤمنون فاسلك فيها من كل زوجين اثنين. قرأ
بالتنوين من كل في السورتين المشار إليه بالعين عالما وهو حفص، والتنوين عندئذ عوض عن كلمة أي من كل حيوان. وقرأ باقي القراء من كل زوجين اثنين بإضافة كل إلى زوجين، من كل زوجين اثنين، فعمية اضممه وثقل شذا على، في قوله تبارك وتعالى فعميت عليكم أنلزمكموها. عميت فعل مبني للمفعول، قرأ فعميت عليكم شذا على، وهم حمزة والكسائي وحفص، أي عماها عليكم الله سبحانه وتعالى. وباقي القراء قرأوا فعميت عليكم أنلزمكموها. عميت يعني خفت، أي خفيت عليكم. عميت يعني خفيت عليكم. قرأ باقي القراء فعميت عليكم، والضمير يعود على البينة، إن كنت على بينة من ربي، ثم قال فعميت أي خفيت عليكم البينة. ثم قال بعد ذلك وفي ضم مجراها سواهم وفتح يا بني هنا نصا وفي الكل عولا، وآخر لقمان يواليه أحمد وسكنه ذاك وشيخه الأولا. ومعنى هذا وفي ضم مجراها سواهم يعني أن حمزة والكسائي وحفص قرأوا قوله تبارك وتعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها بفتح الميم وإمالة الراء، بسم الله مجريها. قرأ حفص بسم الله مجريها ومرساها، وقرأ حمزة والكسائي بسم الله مجريها ومرسيها. وباقي القراء قرأوا بسم الله مجراها، إلا أن ورش قرأ بالتقليل بسم الله مجراها، وقرأ أبو عمرو البصري بسم الله مجريها. ومجراها مأخوذة من الفعل أجرى، وأما مجريها مأخوذة من الفعل جرى. وفتح يا بني هنا نصا وفي الكل عولا. ومعنى هذا أن كلمة يا بني اركب معنا أو يا بني إني أرى في المنام، يا بني لا تقص رؤياك على إخوتك، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، يا بني أقم الصلاة. يعني كلمة يا بني أينما وقعت قرأها بالفتح في سورة هود يا بني اركب معنا. هذه قراءة عاصم قرأ في سورة هود يا بني اركب معنا بفتح الياء يا بني. وأما حفص قرأ بالفتح في جميع المواضع يا بني اركب معنا، يا بني أقم الصلاة، وهكذا في جميع المواضع قرأ حفص يا بني.
وباقي القراء قرأوا بكسر الياء يا بني في جميع المواضع أيضا، إلا أن في الموضع الأخير في سورة لقمان في قوله تعالى يا بني أقم الصلاة قرأ بالفتح يا بني حفص ومعه أحمد البزي عن ابن كثير. وهذا الموضع أيضا يا بني أقم الصلاة قرأه بإسكان الياء يا بني أقم الصلاة قنبل عن ابن كثير. وأما الموضع الأول في سورة لقمان يا بني لا تشرك بالله قرأه بالإسكان أيضا ابن كثير من الروايتين يا بني لا تشرك بالله. وأما حفص قرأ بالفتح في جميع المواضع، وباقي القراء قرأوا يا بني بكسر الياء في جميع المواضع. وتوجيه ذلك أن بني جمع ابن، وابن أصلها بنو فصغرت فكان التصغير هكذا بني فاجتمعت الياء والواو والياء ساكنة فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء فصارت يا بني كما ذكرت. وسكنه ذاك وشيخه الأول. وفي عمل فتح ورفع ونون وغير ارفعوا إلا الكسائي ذا الملا. ومعنى هذا في قوله تعالى إنه عمل غير صالح قرأ الكسائي بفعل ماضي وغير بالنصب، يعني إنه عامل غير صالح، إنه عامل غير صالح وغير مفعول. وباقي القراء قرأوا إنه عمل غير صالح، وعمل خبر لأن إن اسمها الضمير وغير صفة لعمل. وهكذا وفي عمل فتح ورفع وغير ارفعوا إلا الكسائي ذا الملا. ثم قال بعد ذلك وتسألني خف الكهف ظل حما وها هنا غصنه وافتح هنا نونه دلا. ومعنى هذا في قوله تعالى فلا تسألني ما ليس لك به علم في سورة الكهف أولا فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فلا تسألني قرأت بسكون اللام فلا تسألني للمشار إليهم بقوله وتسألني خف الكهف ظل حما. فظل الضاء رمز لابن كثير والكوفيين الثلاثة، وحما الحاء لأبي عمرو البصري. يبقى معنا نافع وابن عامر يقرآن في سورة الكهف فلا تسألني عن شيء، إلا أن ابن ذكوان له إثبات الياء وحذفها فلا تسألني عن شيء،
أو فلا تسألني عن شيء، فلا تسألني أو فلا تسألني عن شيء في سورة الكهف. ثم قال وها هنا غصنه. ومعنى هذا أن المشار إليهم بالغين من غصنه وهم أبو عمرو والكوفيون قرأوا في سورة هود فلا تسألني ما ليس لك به علم. يبقى معنا نافع وابن كثير وابن عامر يقرؤون فلا تسألني ما ليس لك به علم، إلا أن ابن كثير قرأ بفتح النون فلا تسألن ما ليس لك به علم. ولكن نظرا للياء الزائدة في هذه الكلمة نرى أن ورشا يقرأ فلا تسألني ما ليس لك به علم، وأبو عمرو البصري يقرأ فلا تسألني ما ليس لك به علم، وابن كثير يقرأ فلا تسألن ما ليس لك به علم، والكوفيون يقرؤون فلا تسألني ما ليس لك به علم. ثم قال بعد ذلك ويومئذ مع تال فافتح أتى رضا وفي النمل حصن قبله النون ثم لا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى ومن خزي يومئذ في سورة هود، وأيضا في سورة سأل سائل بعذاب واقع يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، قرئت بفتح الميم يومئذ للمشار إليهما بقوله أتى رضا، وهما نافع والكسائي قرأ بفتح الميم في السورتين يومئذ، وباقي القراء قرأوا بكسر الميم يومئذ في السورتين أيضا. ومن قرأ بالفتح يومئذ فهذه فتحة بناء لإضافتها لغير متمكن كلمة إذن. وأما من قرأ يومئذ بكسر الميم فقرأها على الإعراب، أي أنها تعرب هكذا لأنها مضافة لإذن يومئذ. ثم قال وفي النمل حصن قبله النون ثم لا. في النمل في قوله تعالى وهم من فزع يومئذ آمنون، وفي النمل حصن. ومعنى هذا أن نافع والكوفيين عاصم وحمزة والكسائي قرأوا بفتح الميم في سورة النمل يومئذ، إلا أن الكوفيين قرأوا بالتنوين في كلمة فزع المعبر عنها بالنون، فقرأ الكوفيون وهم من فزع يومئذ آمنون. أما نافع فقرأ بترك التنوين فقرأ هكذا وهم من فزع يومئذ آمنون. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وهم من فزع يومئذ آمنون بكسر الميم يومئذ، وهكذا. ثم قال بعد ذلك
ثمود مع الفرقان والعنكبوت لم ينون على فصل وفي النجم فصلا نما. ومعنى هذا في قوله تعالى ألا إن ثمود كفروا ربهم في سورة هود، وأيضا وعادا وثمود وأصحاب الرس في الفرقان، وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم في العنكبوت. المواضع الثلاثة قرأت بغير تنوين للمشار إليهما بقوله على فصل، وهما حفص وحمزة. وباقي القراء قرأوا بالتنوين في هذه المواضع الثلاثة. ألا إن ثمودا كفروا ربهم وعادا وثمودا وأصحاب الرس وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم. وهذا معنى قوله ثمود مع الفرقان والعنكبوت لم ينون على فصل، يعني الذي يقرأ بغير تنوين على فصل، حمزة وحفص. ثم قال وفي النجم فصلا نما. ومعنى هذا في سورة والنجم إذا هوى وثمود فما أبقى قرأت بغير تنوين وثمود فما أبقي لحمزة، وثمود فما أبقى لعاصم. إذن عاصم وحمزة قرأ بدون تنوين في سورة النجم وثمود فما أبقى، وباقي القراء قرأوها منونة وثمودا فما أبقى بالتنوين. ثم قال بعد ذلك لثمود نوروا واكثروا ربا، ويعقوب نصب الرفع عن فاضل كلا. ومعنى هذا ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ألا بعدا لثمود قرأت ألا بعدا لثمود ولقد جاء إبراهيم لثمود نونوا، يعني إذا وصلناها نقراها بإيه؟ نقراها منونة لثمود. وإذا وقفنا لثمود الذي قرأ بالتنوين ألا بعدا لثمود ولقد جاء إبراهيم بالبشرى. لثمود نونوا الكساء فقط، وباقي القراء قرأوا ألا بعدا لثمود ولقد جاء لثمود. وكلمة ثمود من قرأها بالتنوين يريد بذلك الحي الذي كانوا يسكنون فيه، من قرأ بالتنوين. ومن قرأها بدون تنوين معناها أنه ممنوع من الصرف، لأنه يراد بها القبيلة التي كانوا يعيشون فيها. هذا هو توجيه التنوين وعدم التنوين. ثم قال بعد ذلك ويعقوب نصب الرفع عن فاضل كلا. ومعنى هذا في قوله تعالى
ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى. يعقوب بالنصب، قرأ بالنصب في كلمة يعقوب المشار إليهم بقوله عن فاضل كلا، عن العين لحفص، فاضل الفاء لحمزة، كلا الكاف لابن عامر. قرأوا بالنصب، قرأوا بالنصب وتوجيه ذلك فبشرناها بإسحاق وبشرناها أيضا بيعقوب ممنوع من الصرف، يعني مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف، أو فبشرناها بإسحاق ووهبنا له يعقوب. وباقي القراء قرأوا بالرفع فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ويعقوب عندئذ مبتدأ مؤخر، ومن وراء إسحاق جر مجرور خبر مقدم. ثم قال بعد ذلك هنا قال سلم سكونه وكسره وقصر وفوق الطول شاع تنزلا. هنا قال سلم كسره وسكونه، كسره وسكونه، وقصر وفوق الطول شاع تنزلا. قال سلام قرئت قال سل في سورة هود، وفي سورة والذاريات قال سل بكسر السين وسكون اللام، قال سل وحذف الألف. وهذه قراءة المراد به المشار إليهما شاع وهما حمزة والكسائي، قال سل. وباقي القراء قال سلام. ثم قال وفأسر أنسر الوصل وفأسر أنسر الوصل أصل دنا، وها هنا حق إلا امرأتك ارفع وأبدلا. ومعنى هذا أن في قوله تعالى فأسر بأهلك قرئت همزة الوصل فاسر بأهلك، فاسر بأهلك في سورة هود وأينما وقعت فاسري. وكذلك أن أسر بعبادي قرئت أنسر بعبادي بهمزة وصل وكسر النون. والذي قرأ بهذه القراءة أصل دنا، يعني نافع وابن كثير. وباقي القراء قرأوا بهمزة قطع فأسر بأهلك أو أن أسر بعبادي. وأسر مأخوذ من أسرى وسرى، وهو المشي ليلا، وهو السير ليلا. أما سار فهي السير نهارا، أما سرى وأسرى فالسير ليلا. ولذا يقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده. إذن نافع وابن كثير يقرآن بهمزة وصل فاسر بأهلك أنسر بعبادي. وباقي القراء يقرؤون بهمزة قطع فأسر بأهلك وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي. وها هنا حق إلا امرأتك ارفع وأبدلا. ومعنى هذا في قوله تعالى
فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. إلا امرأتك قرأت بالرفع بدل من أحد للمشار إليهما بكلمة حق، وهما ابن كثير وأبو عمرو. وباقي القراء قرأوا إلا امرأتك بالنصب على الاستثناء المنقطع، لأن أهل لوط مؤمنون، ولكن هذه المرأة لفعلتها استثنيت استثناء مقطوعا عن الأهل إلا امرأتك. ثم قال بعد ذلك: وفي سعد فضل صحابا وسلبه وخف وإن كلا إلى صفوه دلا. ونسأل الله تعالى التوفيق.